النجم محمود الحديني. مع نهاية الليلة اه قبل الأخيرة اه بالنسبة للمهرجان. سيادتك تكلمنا عن رؤيتك الكاملة للمهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب المقام في محافظة قنا. الحقيقه يعني طبعا هذا المهرجان احنا كنا سعداء، وما زلنا، لانه بيغطي شباب الجنوب. واحنا حتى قلنا لما وافقنا عليه في اللجنه العليا للمهرجانات، انا عضو اللجنه العليا برئاسه معالي وزير الثقافه، قلنا للاستاذ هيثم ان لازم العرض يتنقل بين المحافظات، لان مش معقول هفضل هنا وشباب الجنوب هم بس في جنة، لا، في الاسيوط وهنا 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 كل سنه بمحافظه في تانية. مكان آخر. اتمنى ده ان يتحقق، لكن هي المشكله عنده انه قصور الثقافه فيها تجديدات فاتمنى التجديدات يعني تنتهي، ونشوف المهرجان ده بيتنقل، لان ده الهدف، نعم. ان احنا فعلا شباب الجنوب مش بس محصور في جنة، لكن في كل المحافظات، ومتشوقين جدا للعروض المسرحية. جهد الحقيقة مشكور من الأخ هيثم الهواري، إنه بيعمل يعني يعني عروض متنوعة هنا وهنا وهنا وهنا، يعني واخد بال حضرتك. آه، فهذه العروض فعلا ممكن تبقى مشبعة يعني، وأتمنى أن تبقى مشبعة. الحاجة التانية، جمهور، أنا يعني بأفاجأ أن في المسرح مليان، يكاد يكون مليان نعم. يعني، وده الهدف الأساسي. أتمنى إن المهرجان هيبقى في محافظة تانية، وبعد السنة اللي بعد اللي جاية تبقى في محافظة تانية، علشان يشمل شباب الجنوب على خط الجنوب كله، يبقى فعلا هذا المهرجان فريد من نوعه، ويؤدي هدفه الأساسي، إنه فعلا بيتوجه بفنون كثيرة جدا متنوعة إلى شباب الجنوب. احنا بنشكر سيادتك، وإن شاء الله نلتقي في العام القادم في المهرجان الجديد يا بإذن الله. حبيبي، أهلا وسهلا، شكرا. أهلا.